بيبدأ الفيلم في قرية اسمها كلاركسدايل في ولاية ميسيسيبي سنة 1932، وفي اليوم ده بنشوف شاب من أهل القرية راجع للكنيسة ووشه غرقان دم وهدومه متبهدلة على الآخر. وأول ما بيدخل الكنيسة أبوه بيحضنه، بس بيطلب منه قدام كل الناس إنه يبعد عن الموسيقى ويوعده إنه مش هيلمسها تاني. لكن الولد بيرفض وباين عليه انه اتعرض لحاجة صعبة جدا، وكمان بيرفض يسيب الجزء اللي باقي من جيتاره. ومن هنا بتبدأ الحكاية. قبل اللي حصل ده بيوم وبنعرف ان الشاب ده اسمه سامي، عازف جيتار، واهله وكل اهل القرية شغالين في الارض كمزارعين، ويوم اجازته الوحيد هو يوم الحد. ولما بيرجع البيت بيصحي اخواته وبيجهز نفسه علشان ياخد جيتاره، بس مش بيلاقيه تحت السرير زي ما متعود. وفي الوقت ده ولاد عمه سموك وستاك بيكونوا رايحين يشوفوا مصنع خشب قديم عايزين يشتروه. ولما بيوصل البايع واسمه هوجد بيغير الموضوع وبيعملهم كأنهم عيال وبيقول لهم مش هيبيع، بس ولاد عمه بيحذروه ان معاهم سلاح وبيدوه فلوسه وبيقولوا له ما يقربش من المكان تاني، لا هو ولا جماعته كوكلوكس كلان المعروفه بقتل السود. لكن هوجد بينكر انهم لسه موجودين اصلا. وسامي بيروح لابوه في الكنيسه وبيفضل يدور على الجيتار، وفي الاخر بيلاقيه، بس ابوه بيشترط عليه يقرا شويه ايات من الانجيل قبل ما ياخده. وسامي بيوافق، وبعد ما بياخد الجيتار بيقول انه بيشتغل طول الاسبوع ومن حقه في يوم الاجازه يعمل اللي هو عايزه. وبيخرج سامي مع ولاد عمه وبيتحركوا بالعربيه، وفي الطريق سامي بيسالهم عن شيكاغو وهل فعلا السود هناك عايشين بحريه. لكن سموك بيقول له ان الكلام ده كله اشاعات وان كل الاماكن شبه بعض، بس على الاقل هم عارفين شر بلدهم وقادرين يواجهوه. وبيوصلوا للمكان اللي مخبين فيه العربيه التانيه اللي فيها البضاعه. وستاك بيقول ان لازم افتتاح الكازينو بتاعهم يتم النهارده. وسامي وستاك بيجيبوا الفرقه وسموك بيجهز كل حاجه. وسموك بيروح المدينه لصاحبه القديم بو، وبيخلي بنت صغيره تقعد جوه العربيه تراقب لو حد قرب منها لحد ما يرجع. وبيدخل المحل وبيقابل صاحبه، وقبل ما بيقول اي حاجه البنت بتضرب كلاكس العربيه. فبيجري سموك يشوف اللي حصل وبيلاقي اتنين بيحاولوا يسرقوا العربيه، وبيطلعوا ناس يعرفهم من زمان لكنه بيضربهم بالنار علشان سمعتهم ما تتأذيش. وبعد كده سموك بيرجع تاني للمحل وبيقول لبو انه يعالج الولاد اللي اتصابوا، وبعدها بيطلب منه يعمل له يافطه للكازينو الجديد بتاعه. وكمان بيكلم مرات بو وبيقول لها انه محتاجها تيجي تساعدهم النهارده، وبيتفق معاه على السعر. وفي نفس الوقت ستاك بيكون قاعد مع ابن عمه سامي، وسامي بيسأله سؤال مفاجئ وهو صحيح اللي بيتقال انكم قتلتوا ابوكم؟ فستاك بيرد عليه وبيقول ان اللي قتل فعلا كان سموك، لان ابوهم كان دايما بيضربه ضرب وحش جدا من غير سبب لحد ما في مره فقد الوعي. ولما فاق سموك كان دفن ابوهم خلاص، ومن ساعتها الموضوع انتهى. وبيحكي له كمان عن الجيتار اللي في ايده كان بتاع مغني مشهور جدا وكسبوا منه في لعبه ورق. وبعدها بيطلب من سامي يغني له حاجه كده وهم ماشيين. ولما سامي بيبدأ يغني ستاك بيتفاجئ من صوته وبيلاقيه اتحسن جدا وبقى صوته حلو، وصوته ممكن يجيب لهم فلوس كويسة جدا في الكازينو. وبيوصلوا بعد كده لمحطة القطر وبيروحوا يقابلوا واحد صاحبهم قديم اسمه سليم، مغني هارمونيكا وعازف بيانو. وبعد ما سليم بيخلص ستاك بيعرض عليه يجي يشتغل معاهم في الكازينو مقابل مبلغ كبير، بس سليم بيرفض لانه مرتبط بمكان تاني. وستاك بيفضل يزن عليه، فسليم بيوضح له ان الكازينو بتاعه لسه جديد ومش مضمون، لكن المكان اللي بيشتغل فيه حاليا بيديله فلوس ثابته كل يوم. فستاك ما بيقاسي وبيعرض عليه عرض اخير، ازازه مشروب ومعاها مبلغ كبير من الفلوس. ولما سليم بيدوق المشروب بيقتنع وبيوافق على العرض وبيقرر يشتغل معاهم، وبيبدا يغني مع سامي في المحطه وبيشدوا انتباه كل الناس اللي واقفين، وده بيكون اول دعايه للكازينو. وفي اللحظه دي سامي بيشوف بنت كان يعرفها من زمان، وبعد ما بيخلصوا الاغنيه ستاك بيطلع يعمل دعايه للكازينو. البنت بتاخد بالها منه وبتطلع واحده كان يعرفها من شيكاغو اسمها برلاين. سامي بيفضل يتكلم معاها شويه، وبعد ما بتمشي بيلاحظ ان في بنت بيضه بتراقبه من بعيد، ويروح بسرعه لستاك وبيقولوا ان في حد بيراقبهم. والبنت دي بتقرب من ستاك وبنعرف ان اسمها ماري، وكانت تعرفه من زمان من ايام ما كان صغير، ووالدتها هي اللي كانت بتراعيه هو واخوه، وكان في علاقه بينهم. لكن ستاك ساب شيكاغو فجاه من غير ما يقول لها اي حاجه، وبتفهم من كلامه انه فعلا كان بيحبها، بس كان مستني اللحظه اللي يقدر يقرب فيها من المكان ده. والبنت بتمشي وهي متلخبطه ومصدومه. ولما بيرجعوا القريه ومعهم سليم، ستاك بيطلب منه يغني لهم شويه وهم راجعين بالعربيه. ولما بيوصلوا لكونراد اللي هيكون مسؤول عن الباب اللي في الكازينو، بيقعدوا يتكلموا معاه عن الشغل، وفي الاخر بيعرضوا عليه مرتب حلو جدا، ومراته بتوافق بسرعه مع انه ما اقتنعش في الاول. وبعد كده سموك بيروح على بيته القديم وبيروح لقبر ابنه الصغير،
وبيسيب عليه وردة واحدة. وفي اللحظة دي مراته ليزا بتنادي عليه، ولما بيشوفها بيقولها انه اشترى مصنع الخشب القديم وناوي يحوله لمشروع كازينو. بس ليزا مش مقتنعة وحاسة ان الفلوس اللي دفعها في المصنع مش من حقه، وبتلمح ان هو كان سارقها او واخدها بطريقة مش مظبوطة. ولما بيدخل البيت بيلاقي انها لسه شغالة في بيع الاعمال والسحر، وشايفها قاعدة وسط شوية ورق ملوش قيمة الا في المزرعة بتاعتهم. وسموك بيحاول يشرح لها ان الفلوس الحقيقية هي الدولارات، وان اللي في ايدها ده ملوش قيمة. لكن ليزا مش فارق معاها، وبتقوله ان اللي كانت بتعمله طول الفترة اللي فاتت هو انها بتدعي له وبتسحر له هو واخوه علشان يفضلوا بخير. بس سموك بيرد عليها بسؤال صعب: ليه كل اللي عملتيه ده ما نفعش ابني؟ وهي ما بتعرفش ترد لانها هي كمان مش عارفة. وبعد لحظات بتكتشف انه لسه محتفظ بالجذور التعويذه اللي كانت عاملاها له من زمان، فبتاخدها منه وبترميها بعيد. وبعد كده بتساله رجعت ليه، فبيقولها انه محتاجها تطبخ في الكازينو الجديد. وبعدين بيعترف لها بالحقيقه انه لسه بيحبها. وبعد الكلام ده بيتحرك على الكازينو، وهناك بيلاقي ستاك والمجموعه بتاعته وابوه ومراته، وكلهم بيشتغلوا في التجهيزات. وفي نفس الوقت بنشوف راجل غريب ملامحه مرعبه، جسمه كله مليان جروح، بيجري على بيت في وسط الريف وبيخبط على الباب. ولما صاحب البيت ومراته بيفتحوا ما بيكونوش ودودين، بس اول ما بيعرفوا انه معاه فلوس بيوافقوا يدخلوه. والراجل بيقول لهم ان في قبيله اسمها التشوكتا وعايزين يقتلوه زي ما قتلوا مراته. وبعد شويه فعلا بتوصل القبيله للبيت وتخبط عليهم، والست بتمسك السلاح وبتحاول تهددهم انهم يبعدوا وبتقول لهم يمشوا. لكن واحد من القبيله بيقول لها ان الراجل ده مش عادي وانهم لازم يتصرفوا معاه قبل فوات الاوان. بس الشمس كانت بدات تغرب، فبيقرروا يمشوا ويسيبوا المكان. والست بتدخل تدور على جوزها بيرت، لكنها بتتصدم من اللي بتشوفه. الراجل الغريب ده طلع مصاص دماء وقتل جوزها. وبعد لحظات بيرت بيقوم من تاني، بس المرة دي كمصاص دماء وبيهجم على مراته. وبعد ساعات بيبدأ الناس تيجي الكازينو من كل حتة، والمكان بيبقى مليان حركة. وواحد من الزباين بيدخل ومعاه فلوس قليلة، وليزا بتاخد منه اللي معاه مقابل مشروب. بس سموك بيكون واقف وشايف اللي بيحصل ومش مرتاح، وحاسس انه بيخسر وبيتسرق حتى لو الزبون راضي. وفي يوم افتتاح الكازينو برلاين بتحضر الحفلة، وفي الوقت ده سموك بيكون واقف مع اخوه وليزا وبيقول لهم انه مش مرتاح للي بيعملوه. بس هما بيقنعوا ان اغلب الناس في المكان حالتهم المادية صعبة جدا وبيشتغلوا طول الاسبوع علشان يستمتعوا بيوم الاجازة ده. وكونراد بيلمح ماري وهي داخلة فبيسيبها تدخل مع انها مش بتعرف حد جوه. بس سامي بيشوفها وبيمشي ناحيتها علشان يقول لها انها تمشي، لكنها بتتصرف عادي وبيتكلموا كانهم يعرفوا بعض من زمان وبتفكروا من ايام ما كان طفل. فسامي بيقف ساكت وبتعزمه على مشروب، وبيفضلوا يتكلموا شويه لحد ما سموك بيجي ويقاطعهم وبيطلب من سامي يمشي. وبعدين بيروح لاخوه ستاك وبيقول له يتصرف مع ماري قبل ما هو يتصرف بطريقته. وستاك بيروح لها وبيطلب منها تمشي، بس هي بترفض. فبيفكرها انها كانت رافضاه زمان وانه جاب لها عريس ابيض غني عنده مزرعه، لكنها بتقوله انها ما كانتش عايزه العريس ده وانها كانت بتحبه هو ولسه بتحبه لغايه دلوقتي. وستاك بيقول لها انه لسه بيحبها برضه، بس ما بيقدرش يحميها لان البيض دايما بيطرد السود. وساعتها بيسيبها وبيمشي، وسموك بيكون شايف كل حاجه من بعيد. وسليم بيخلص فقرته على البيانو وبيمهد الطريق لسامي علشان يطلع يغني. وفعلا سامي بيطلع ويعرف نفسه وبيبدأ يغني، وكل اللي في الكازينو بينبهروا بصوته وأدائه. وساعتها بنعرف إن في ناس بيتولدوا بموهبة موسيقية خارقة، موهبة تقدر تخترق العالم بين الأحياء والأموات وتستدعي أرواح ماتت من سنين أو لسه ما جاتش. وسامي واحد من الناس دي، بس هو مش عارف إن الموهبة دي بتجذب كائنات شريرة جدا منهم مصاصين الدماء. وفعلا مصاصين الدماء اللي شفناهم قبل كده وهجموا على بيت وقتلوا الزوجين بيقربوا على الكازينو. وكونراد أول ما بيشوفهم بينادي على ستاك وسموك وبيقول لهم ان في ناس بره عايزين يدخلوا. مصاصين الدماء بيقولوا انهم سمعوا عن الحفله وعايزين يدخلوا، بس كونراد بيرفض. ولما سموك وستاك بيوصلوا سموك بيقول لهم بحديه ان المكان ده معمول للسود بس ولازم يمشوا فورا. بس واحد من مصاصين الدماء بيرد عليه وبيساله طب ازاي ماري دخلت. وساعتها ليزا بتتدخل وبتقول انها من العيله وانها مش دخيله على المكان. وسموك بيهدده وبيقول انه لو ما مشيش حالا هيقتله. وستاك بيفكر بطريقه تانية وبيقول انهم ممكن يسيبوهم يدخلوا، لكن سموك بيرفض بشده لان وجود البيض في المكان خطر ممكن يوديهم لحكم الإعدام. وبعدها سموك بيتكلم مع سامي وبيقول إنه صوته ممتاز بس لازم يدور على مهنة تانية محترمة ويبعد عن الغنى في أماكن زي دي، وبيحذروا انه ما يغنيش تاني ويشوف مستقبله. لكن سامي بيقول انه هيسيب القريه ويهرب لاي حته. فساعتها سموك بيدله على قريه كويسه اسمها ماوند بايو وبيقول انها مناسبه للسود ويقدروا يعيشوا فيها كويس. وفي الناحيه التانيه ستاك بيتكلم مع ماري وبيقولها ان الكازينو بيخسر لان المزارعين ما عندهمش فلوس. وماري بتعرض عليه تساعد وبتسال المجموعه البيضاء اللي بره اذا معاهم فلوس يدفعوا علشان يدخلوا. وقتها ستاك بيديها مسدس من جيبه علشان تحمي نفسها. وماري بتنزل تقابل المجموعه اللي واقفه بره وما بتبقاش عارفه انهم مصاصين دماء.
وبتبقى قلقانه منهم، لكنهم بيطمنوها وبيردوا عليها بابتسامه وبيقولوا لها كمان انهم اغنياء. وواحد منهم بيطلع شويه ذهب وبيديهولها، فبتقول لهم ان امها ماتت من قريب وعشان كده هي حزينه. بس رد فعلهم بيكون غريب، ما فيهوش اي تعاطف، بالعكس الزعيم بتاعهم بيبدا يبص لها بنظره مش مريحه وعينه بتحمر. فماري بتحس بالخطر وبتمسك المسدس وبتقول لهم يبعدوا عنها، وبتمشي من غير ما تعرف انهم ناويين يهاجموها. وبعد شويه بترجع ماري وبتسال كونراد لو ممكن تدخل الكازينو، وكونراد بيبقى متردد لانه عارف ان مصاصين الدماء ما بيقدروش يدخلوا اي مكان غير باذن صاحبه. بس في اللحظه دي كونراد بيسيب الباب مع سليم علشان يروح الغابه يعمل حمام، وساعتها ماري بتستغل الفرصه وبتدخل. وبتبدا ماري تحاول تضحك على ستاك وتستدرجه يبعد عن الناس علشان يبقوا لوحدهم. وفي الناحيه التانيه كونراد وسط الغابه بيحس ان في حركه غريبه حواليه، كأن في حد بيراقبه. وفي الوقت ده سموك قاعد بيحل مشاكل الزباين جوه الكازينو ومشغول ما بين الشكاوي والطلبات. وسامي بيلاحظ ان ستاك مش موجود، فبيروح يدور عليه علشان سموك كان عايزه. ولما بيلاقيه مع ماري بيشوف ان الوضع مش طبيعي، فبيرجع بسرعه وبيبلغ سموك. وسموك بيتعصب وبيقرر يروح يشوف بنفسه، وهناك بيشوف الكارثه، ماري عضت ستاك وموتته. فبيرفع السلاح وبيضرب عليها نار وبيفتكر انه خلص عليها خلاص، لكنها بتقوم تاني وبتضحك ضحكه مرعبه كده وبتقول له ان هم جايين يخلصوا عليهم كلهم. وبتهرب ماري بسرعه من الكازينو، وبيكون سموك واقف مصدوم قدام اخوه ستاك وهو بيموت بين ايديه ومش قادر يعمل حاجه. وفجاه بيخرج واحد من الموجودين وبيقول للناس ان الحفله خلصت ولازم يخرجوا. وليزا بتنصح سموك يطلع جثه ستاك بره قبل ما حد يشوفه، وبتقول انه ممكن يكون مات بمرض معدي. لكن سموك بيرفض وبيتوسل لها تستخدم السحر او اي حاجه من علمها علشان تنقذه، بس هي مش قادره تعمل اي حاجه. وبو بيحاول يساعدهم لكن مراته بترفض وانهم لازم يرجعوا البيت بسرعه قبل ما الدنيا تتقلب. فبيضطر يخرج يجيب العربيه وبيقفلوا باب الاوضه على ستاك. وبيرجع كونراد للكازينو تاني، بس بيرفض يدخل غير لما يستأذن من الناس اللي جوه، وده بيخلي اللي موجودين يشكوا فيه. وليزا بتحس انه ممكن يكون اتغير زي ماري وبتفضل تسأله، لكنه بينكر بكل الطرق انه بقى واحد منهم. وكونراد بيطلب ياخد باقي فلوسه. ولما سموك بيمد ايده كونراد بيحاول يفاجئه ويعضها، لكن سموك بيكون اسرع وبيبعده. وفجأة ستاك بيفوق من تاني، بس بيبدأ يتكلم بطريقة غريبة ومرعبة. وليزا بتحذرهم وبتقول ان اللي قدامهم ده مش ستاك اللي يعرفوه، ده كائن تاني. لكن ستاك ما بيديش فرصة لحد وبيهجم عليهم وبيكسر باب الأوضة. وقبل ما بيلحق يعمل اي حاجة ليزا بترش عليه مية توم وده بيخليه يتحرق ويهرب. وهنا ليزا بتأكد انهم بيتعاملوا مع مصاصين دماء بجد، مش مجرد كلام وخرافات. وفي نفس الوقت مرات بو بتقلق عليه لانه مرجعش، وبتحاول تخرج تدور عليه بس بيمنعوها وبيقولوا لها ان لو خرجت محدش هيقدر يحميها. وبيبداوا يجهزوا نفسهم بكل اللي يقدروا عليه علشان يواجهوا الحرب اللي جايه. وليزا بتطلب من سموك وعد اخير انها لو اتعضت يقتلها بنفسه. واول ما بيخرجوا بيلاقوا مجموعه من مصاصين الدماء بيغنوا وبيرقصوا في الغابه كانهم في طقس شيطاني، واللي جوه الكازينو عايشين في رعب. وفجاه الباب بيخبط وبيطلع ان الجثه اللي خرجوها دي كانت لراجل عايش وكان بيعمل نفسه ميت علشان يهرب من الحساب. ولما بيفتحوا الباب كونراد بيهجم عليه وبيعضه، وبيجي له بيقول لمراته ان العربيه جاهزه ولازم يمشوا. لكن هي بتحس انه متغير وبتلاحظ ان في مصاص دماء واقف جنبه وهو مش خايف، فبتفهم على طول انه اتحول هو كمان. وبيظهر زعيم مصاصين الدماء وبيقول ان الناس اللي فاضله في الكازينو قليلين والافضل ينضموا ليهم، وخصوصا انه بيعرف كل حاجه عن اي حد بيتحول، وكأن المعلومات بتنتقل بينه وبين اتباعه زي شبكه واحده. وبيهدد مرات بوب ببنتها اللي سابتها في المحل، فبتنهار وبتقلق. وبيوجه كلامه لسامي وبيقول انه جاي علشان صوته الفريد وقدرته على استحضار ارواح ماتت من زمان، وبيقول انه محتاجه يغني له علشان يرجع يشوف الناس اللي فقدهم زمان. وبيقول حقيقه تانية استاك بقى واحد منهم ومبسوط جدا بحياته الجديده. وبيكتشف كمان ان المكان اللي عليه الكازينو كان اصلا مكان سري للاعدامات الجماعيه للسود، وان الزعيم الاكبر لعصابه الكوكلوكس كلان هو اللي بناها. وابنه بيرت اللي دخل بيت بو زمان كان بيخطط لمذبحه جديده. وستاك بيجي مع ماري وبيقول لاخوه انهم عمرهم ما هينالوا حريتهم، وواحده منهم بتقول انهم هيأسسوا جماعه جديده. لكن سموك بيرفض الكلام ده كله، ومرات بو بتنهار بسبب تهديد بنتها. ومع غناهم المستمر بتشوف جوزها بيشاور لها من بعيد، فبتفهم ان بنتها في خطر وبتقرر تفتح الباب وتخليهم يدخلوا. والكل بيستعد وبيجهزوا اسلحتهم، والمعركه بتبدا بينهم. ومرات بو اول واحده تهاجم جوزها وتقتله وبتموت معاه كمان، والمعركه بتبقى عنيفه جدا بينهم. وليزا بتكتشف انهم بيحسوا بالالم، لكن ستاك بيهجم عليها وبيعضها، وبرلاين بتبعده عنها. بس ليزا خلاص هتموت وبتفكر سموك بوعده، وفعلا بيقتلها قبل ما تتحول. وسليم بيضحي بنفسه ويفضل في القاعه يشتت انتباههم لحد ما سموك وسامي يهربوا. بس واحد منهم بيعض برلاين وبتطلب من سموك يسيبها ويمشي. وفي الطريق سموك بيقابل الزعيم وستاك، والمعركه بين الاخين بتبدا. وستاك بيحاول يقنع سموك ينضم ليهم،
لكن سموك بيتغلب عليه، وقبل ما يموته ستاك بيطلب منه وعد غريب. سامي بيكون في قبضة الزعيم بس بيهجم عليه بالجيتار اللي فيه جزء من الفضة فبيأذيه جامد، وقبل ما الزعيم بيهجم عليه تاني سموك بيفاجئه وبيطعن الزعيم في صدره بوتد خشب، وفي اللحظة دي بتطلع الشمس وبتموت باقي مصاصين الدماء. وسامي بيساعد سموك يخرج صندوق الأسلحة، وسموك بيقول له ياخد العربية ويهرب من القرية، بس سامي بيكتشف ان الجيتار اللي بيغني عليه مش بتاع مغني مشهور ولا حاجة، ده بتاع ابوهم. وبيبدأ اليوم اللي شفناه في اول الفيلم لما سامي رجع الكنيسة وغرقان في الدم، اما سموك ففضل عند الكازينو مستني العصابة الجديدة اللي جاي تخلص عليهم، وبيفتكر ايامه مع اهله وبيشرب اخر سيجارة. واول ما العصابة بتوصل بيطلبوا يفتح الباب لكن بيلاقوه مقفول، وفجأة سموك بيبتدي يضربهم بالنار وبيخلص على عدد كبير منهم. وسموك كان شغال قتال في مصاصين الدماء من غير رحمة، لكن قبل ما واحد منهم يهرب بيلحق يضرب عليه نار وبيسيب سموك، وبنتفاجئ ان هوجود لسه عايش، وسموك بيقوم بالعافية وبيمشي ناحيته وبيموته، لكن وهو بيقضي عليه بيبدأ يهلوس ويشوف مراته وبنته، ومراته بتقول له يطفي السجاير علشان يقدر يشيل ابنه. ولما بيرجع للواقع بيلاقي هوجود بيتكلم، وبيقوم سموك وبيضربه بالرصاص تاني وبيقتله، وفي اللحظة دي بيقدر سموك يشيل ابنه اخيرا، وبتكون دي نهايته هو كمان. اما سامي فبيرفض يسيب الجيتار بتاعه وبيرجع ياخده وبياخد العربية وبيهرب من القرية. وبعد 60 سنة سامي بقى مغني مشهور، وبعد حفلة كبيرة بيجيله خبر ان في 2 من المعجبين عايزين يشوفوه، ولما بيقابلهم بيتفاجئ انهم ستاك وماري بس شكلهم متغير، شباب كأن الزمن ما لمسهمش. سامي بيفتكر على طول كلام ليزا لما قالت انهم مختلفين عن البشر، وبيسألهم ازاي لسه عايشين لحد دلوقتي. وستاك بيقول له ان سموك ما قدرش يقتله وسابه يعيش بشرط انه ما يقربش من سامي، لكن دلوقتي ستاك بيقول له ان سامي خلاص على وشك الموت، وبيعرض عليه انه يحوله علشان يعيش للابد، لكن سامي بيرفض لانه زهق من الحياه وبقى وحيد وبيفتقد كل اللي كان حواليه. وساعتها ستاك بيطلب منه طلب اخير انه يسمع منه الاغنيه اللي كان بيغنيها له زمان، وسامي بيخرج الجيتار القديم بعد ما كان صلحه وبيغني الاغنيه اللي غناها له من 60 سنه، وستاك بيودعه وبيمشي هو وماري للابد. وقبل ما المشهد بيخلص سامي بيحكي انه بيفوق كل اسبوع وهو مش قادر يتحرك، وبيفتكر كل اللي حصل زمان، وبيقول ان ده كان اعظم يوم في حياته. ولهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لنا شير للفيديو ده علشان يشوفوا اصحابك، وتعمل لايك وكومنت، وبس كده. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.